انا قررت انتظم في تنزيل المحتوى بتاعي على السوشيال ميديا لمده 30 يوم، وده اللي حصل معايا. في البدايه خليني اقول لك هو انا ليه اساسا بنزل محتوى على السوشيال ميديا. برغم ان تنزيل المحتوى بيحتاج معدات واضاءه وسكريبت بيكون مكتوب، وبقعد ان انا امنتج الفيديوهات دي تقريبا حوالي 3 4 ساعات. فانا ليه بعمل كل ده؟ انا واحد بحب صناعه المحتوى، بحب ان انا انزل فيديوهات، وبحب ان انا اقعد اتكلم قدام الكاميرا كده، وخلاص الكاميرا بقت كانها صاحبي، بقعد ان انا بتكلم معاها، وبقعد ان انا في فيديوهات انا مش بنزلها مجرد بس بفتح الكاميرا وبتكلم فيها حاجات تبقى حاجات ليا انا. خليني اقول ان انا بحب انزل محتوى لان انا بستفاد جدا من الناس، فكنت حابب ان انا اشير الاكسبيرينس بتاعتي واشير الحاجات اللي انا بتعلمها مع الناس، والناس تستفاد مني. فاكتبوا لي انتوا حابين ان انتوا تشوفوا فيديوهات ايه في الفتره الجايه. بس خلينا نعرف انا حققت كام دولار وانا بنزل فيديوهات لمده 30 يوم بشكل منتظم. الاجابه ولا حاجه، حقيقي ولا حاجه. انا المشاهدات الى حد ما ارتفعتش هنا على التيك توك بشكل كبير، ممكن على السوشيال ميديا التانية ارتفعت، بس الى حد ما التيك توك ما ارتفعش. عادي، مش عارف انا ليه التيك توك مش راضي اساسا اللي هو يظهر الفيديوهات بشكل كبير للناس. بس